دكتور هواية هسه دا يفتحون مراكز مال جيم والعالم تريد تروح تسجل بيها، يحتاجون فحص قبل ما يروحون؟ طبعا مراكز الجيم هسه عندنا هواية، وهذا شيء جيد انه واحد يلعب رياضة، واحنا دائما نشجع الرياضة، لكن المفروض كل واحد مسؤول عن الجيم المفروض يطلب من اي واحد يسجل سواء رجل امرأة انه يفحص من طبيب متخصص، لان عندنا هواية امراض لازم واحد يتأكد منها قبل ان يلعب رياضة. مثلا عندنا مثلا امراض القلب، خاصة صمامات القلب، مثلا تضيق الشريان الأبهر، وهذا ولادي وممكن ما المريض ما يعرف عنده هذا المرض، فإذا لعب رياضة شديدة راح يصير هبوط حاد، قصور حاد بالدورة الدموية، ممكن يصير توقف بالقلب وممكن يؤدي للوفاة. مثلا قسم عندهم تصلب الشرايين التاجية، لازم يتأكد أنه هذا المريض ما بيه تصلب الشرايين التاجية، لأن هذه الرياضة العنيفة ممكن تؤدي إلى جلطة بالقلب. أيضا المرضى اللي عندهم سكر المفروض يتأكدون مريض عنده سكر لو ما عنده سكر، هواية ما يعرف عنده سكر أو عنده سكر وياخذ علاج، فقبل الرياضة لازم يتأكد ايش قد السكر ماله. المفروض أكثر شيء يعني لازم أقل شيء أكثر من 140 حتى يلعب رياضة، وبنفس الوقت يخلي عنده عصير أو نساتل، لأنه الرياضة العنيفة ممكن تؤدي إلى هبوط حاد بالسكر، ممكن يؤدي إلى الإغماء. نفس الشيء مثلا ضغط الدم أيضا لازم يفحصه قبل الرياضة، هل عنده ضغط؟ المفروض يكون مسيطر عليه. هل عنده هبوط بالضغط؟ طبعا الرياضة العنيفة راح تؤدي إلى تعرق شديد، فقدان سوائل، وللأسف بالأكثر المراكز الجيم ما ينطوهم سوائل خاصة بالرياضة، يعني يعوضوهم الأملاح اللي يفقدوها، لأن هذا التعرق هو عبارة عن ماء وملح، يعني صوديوم كلورايد، فالمفروض يعوض السوائل، يعني مي وأيضا أملاح المفروض ياخذ منها، لأن إذا قلت الأملاح راح تسبب نحول عام، ألم بالعضلات، تشنج بالعضلات، وممكن إعياء كلش قوي. عندك بعد عندنا ذول اللي عندهم أمراض الربو، الرياضة أيضا تهيج نوبات الربو، فحتى إذا كان المريض يعني صدره زين وما عنده نوبة حادة للربو، المفروض قبل ما يلعب رياضة عنده بخاخ يسوي له بخة لصدره قبل ربع ساعة من الرياضة حتى ما يتنق صدره أثناء الرياضة. طبعا هاي الأشياء كلها ضرورية، بالإضافة إلى ذلك أو تحاليل مهمة، مثلا فقر دم إذا عنده، يعني إذا فقر دم عنده شديد ويلعب رياضة ممكن تؤدي حتى إلى ذبحة صدرية. مثلا الوظائف الكلى كلش مهمة، حتى يعرف أن وظائف الكلى زينة مو زينة، لأن هواية ممكن يأخذون بروتين هواية وهذا يأثر على الكلى.